السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نعاود لكم قصتي. انا هي البنت اللي اغتصبت راسها براسها. المهم هنايا خوتي غادي نعاود لكم قصتي وغادي تعرفوا كيفاش اغتصبت راسي براسي. واخا كاين بزاف الناس غادي يجيهم كيفاش غادي تغتصب راسها براسها. المهم خوتي هنايا غادي تبدا قصتي. حنايا 3 ديال الخوات، كاينه انا وجوج خوتي عزاره. المهم خوتي كنا عايشين في البراكه. كان بابا قصح معنا بزاف لدرجه ماما مسكينه كانت كل نهار كتاكل الدق. عاد الا دوينا انا وخوتي ولا دوينا على الجوع ولا دوينا باللي بغينا الحوايج ولا بغينا نكسيو راسنا كنا كناكلو الدق. تخيلوا البنات كنا عايشين في البراكه ما كاين لا ما لا ضو. كنت كنخرج للزنقه كنلعب مع الدراري والبنات كانوا كيعايروني، ما كانوش كيدويو معايا، ما كانوش كيعيطوا ليا سناء، لا كانوا كيقولوا لي بنت البراكه. كنت كنتمنى يعيطوا لي هي سناء، لا كانوا كيعيطوا لي بنت البراكه، افينك بنت البراكه. كنت كندخل الدار وكنبكي كنقول ماما كيعايروني صحاباتي كيقولوا لي بنت البراكه، كنبدا نبكي. وحتى هي بعض المرات كتبقى تبكي معايا كتقولي بنتي ما عندي ما ندير. كان كيجي با بالليل ما كانش كيلقى الماكله ولا ما كانش كيلقى الماء، كان كيضرب ماما. وانا كانت كتجيني النفس عليها وكنبقى ندافع عليها وكناكل الدق معاها. المهم با كان قبيح معنا لواحد الدرجه خايبه بزاف، كان خايب ما نقدرش نوصفه لكم. استحملت ديك الدق واستحملت داك الفقر واستحملت المعايره ديال البنات اللي كانوا دائما كيعايروني كيقولوا لي بنت البراكات. انا كنت كنتمنى تكون عندي دار ويكون عندنا الضوء ويكون عندنا الماء ويكون كيدخل علينا بابا بالفرحه ويدخل علينا بالماكله. والو حنا ديما كان كيدخل علينا بالصداع والمشاكل وكان كيضرب ماما ملي كنت كندافع عليها حتى انا كنت كناكل الدق. المهم خوتي هنايا فكرت باش نخرج بحالي للزنقه. هنايا ملي نعسو خوتي وماما مشيت للمحطه. اول مره غادي نسافر كان فيا واحد الخوف، ولكن واخا هيداك قلت اللهم نبعد ولا نبقى نشوف ماما كتضرب ونشوف الجوع ونشوف البنات كيعايروني. يعني صافي بغيت نحيد من ديك العيشه اللي كنت عايشاها. المهم هنايا خوتي باش خرجت مشيت للمحطه، لقيت مول الكار قلت له انا ما عنديش الفلوس، بغيت نمشي لكازا. قال لي بلايص كلهم عامرين. قلت له نمشي وقفه. قال لي صافي دخلي وبقى جالسه حتى تخوى شي بلاصه وجلسي فيها. المهم هنا يا خوتي بقيت جالسه في الارض طريق كامله ما خوات حتى شي بلاصه حتى وصلت لكازا. هنايا ملي وصلت لكازا وانا في عمري 17 عام، ما عارفه راسي فين نمشي. مع اول مره كما قلت لكم اول مره غادي نسافر كان فيا واحد الخوف، ما كانش فيا شجاعه. هنايا وصلت لكازا نزلت وانا كنقول فين غادي نمشي، ما عندي حتى فين نمشي وانا خوفانه، يعني باقي ما شبرني ديك الشجاعه، باقي ما شدتني. المهم انا بقيت كنتمشى في كازا وانا نلقى شي دراري كيضربوا الكيطار وانا نمشي نجلس معاهم، هما جالسين كيغنيو وانا جالسه معاهم. ملي سالاو سولني واحد فيهم قال لي اش كديري هنا وفين كتسكني واش كديري واش كتقراي. المهم بقى كيطرح عليا الاسئله. قلت له انا سناء عندي 17 عام، كنت ساكنه في العروبيه وجيت لكازا. المهم عاودت لهم المعاناه ديالي المعاناه ديال بابا اللي كان كيضرب ماما. المهم عاودت لهم كلشي. واحد السيد بقيت فيه بزاف قال لي انا ساكن بوحديتي يلا تمشي معايا. انا صراحه خافت قلت له لا ما نقدرش. قال لي كوني هانيه غادي نعتبرك بحال اختي. صافي ثقت فيه قلت اللهم نمشي معاه ولا نتشرط في الزنقه. هنايا مشيت معاه، جبرت السيد كاري، جبرته حتى هو ما كاينش عنده الخدمه، يعني هي كيلبق ما عندوش المصروف باش يصرف عليا وعلى راسو. هنايا دار معايا واحد الحاجه، قال لي شوفي يا بنت الناس باش تعيشي معايا انا نخلص الكرا وانتي غادي تنوضي تخدمي. قلت له صافي واخا.
نوض لغدا مشيت كنقلب على الخدمه، مشيت للقهاوي كنسول على الخدمه، كاين اللي كيقول لي ما كايناش الخدمه، كاين اللي كيقول لي باقي قصيره، كاين اللي كيقول لي باغا خصني لاكارت. انا ما كانش عندي لاكارت كما قلت لكم، باقا 17 عام باقا ما عنديش لاكارت. المهم هنايا خوتي لقيت واحد النهار واحد البلاصه فاش نخدم، لقيت بلاصه في القهوه باش نغسل المواعن ونجفف، ولكن قال لي خصك تجي في 5 ديال الصباح حتى الليل. يعني تخيلوا بنت 17 عام غادي تبقى تجفف وتغسل القشور من 5 الصباح حتى الليل. واخا هكاك قلت غادي نخدم نجرب. مهم اليوم على غدا كنخدم، كنوض في 5 الصباح حتى الليل، حتى كنتسخسخ كنمشي مهلوكه. واحد النهار كندخل كنلقى السيد عارض على صحابو، وداك 60 درهم اللي كان كيعطيني ديك السيد كل نهار كنت كنعطيها لداك السيد باش هو اللي كان كيطيبنا الغداء، وكان كنجي للدار باش كنجي نجبر الماكله موجوده. واحد النهار عرض على صحابو وجلس معهم كيغني. انا بقى فيا الحال بزاف، قلت كيفاش هو دري وجالس داير النشاط وانا بنت اللي نايضه في 5 الصباح جالسه كنوض نخدم. صافي خرجت، ما بقيتش ساكنه مع داك السيد، خرجت بحالي. وخا صراحه كان احترمني بزاف وما كانش كيقيس فيا، يعني كان كيحسبني بحال اختو هو ولد دارهم. ولكن واخا هي داك المعاناه ديال الشغل، داك المعاناه ديال التكرفيس ديال القهاوي ديال 5 الصباح، داك المعاناه ديال الحقره كان كيحكر عليا هذا ويغوت فيا هذا، ما قدرتش. باكثريه ملي مشيت ولقيتو سهران مع صحابو انا جالسه في القهوه من هذا لهذا، صراحه ما قدرتش نبقى جالسه معاه. هنايا خوتي غادي تبدا القصه ديالي باش غادي نخرج للزنقه ديال بصح. هنايا مشيت بقيت كندور كنقول للناس، كنقول للناس بغيت ناكل. ساعتي قدتني واحد السيده قالت لي واش ما عندك فين تمشي؟ قلت لها لا. قالت لي واش تبغي تخدمي معايا؟ قلت لها واخا. داتني لدارها، هي عندها 2 البنات وما عندهاش راجل، وكنخدم معاها كنجف لها كنغسل لها المواعن كنصب لها الحويجات. المهم نهار كامل وانا هي في الشقه. واحد النهار جات عندها واحد المراه بقات كتشوف فيا وعجبتها، مع انا كنت زوينه وباقا صغيره. شافت فيا وجات لعندي الكوزينه قالت لي شوفي يا بنتي كنعرف واحد السيده كتخرج البنات للزنقه وكيتخلصوا مزيان. انا في داك الساعه بحال شدتني الخوف، قلت لها لا ما نقدرش انا بنت دارهم. قالت لي المهم فكريو هاك العنوان ديال الدار. المهم دوزت مع السيده هذه شي 10 ايام. الصراحه عييت انا حيت ماشي ديال الشغل وديال ديال الشقه بزاف، ما قدرتش نكمل مع ديك السيده. مشيت عند هاد المراه هذه قلت لها انا فين كاينه ديك المراه باش نمشي نخرج حتى انا ندبر على راسي. ادتني عند ديك المراه سولتني واش باقا بنت ولا ما بقيتيش بنت. هنايا فاش فكرت نفقد العذريه ديالي قلت لها لا انا باقا بنت. قالت لي لا سمحي لي راه حنا كيمشيو هي الناس اللي فاقدين العذريه ديالهم هما اللي كيمشيو. هنايا فكرت اخوتي نغتصب راسي براسي. مشيت اغتصبت راسي باش ما نبقاش بنت. فقدت هنايا العذريه ديالي ومشيت لعندها قلت لها اختي انا ما بقيتش بنت. قالت لي صافي. بقات صردتني مع واحد البنت هي باش توري لي فين نمشي واين بلاصه باش نشوف الرجال باش نصيدوا الرجال. هنايا داك البنت علمتني شنو ندير وكيفاش الفعايل اللي ندير وكيفاش باش نجيب الراجل باش يخلصني مزيان، يعني طريقه باش ندير اللي يخلصني الراجل مزيان. صافي هنايا مشينا للبار، لقينا شي دراري خلصوا علينا الشراب، شربنا. ملي سالينا الشراب درت معاهم، قالوا لي يلاه معايا للدار. قلت لهم شحال تعطيوني؟ قالوا لي نعطيوك 1000 درهم.
داك البنت قالت لي لا ما تمشيش قل من 2000 درهم. المهم قلت له لا انا كنمشي ب2000 درهم، بينت له بلي انا ديجا مشيت ماشي اول مره. قال لي واخا لاله يلاه معايا. من بعد قلت له خلصني هو الاول. قال لي غادي نعطيك 1000 درهم الا عجبتيني غادي نزيدك 1000 درهم. قلت له صافي مرحبا. وانا كنت يعني اول مره ما كنتش كنعرف، يعني عمري ما رست مع شي واحد. مشيت معاه كان فيه واحد الخلعه، كنت كلي كنترعد. قال لي واش سبق لك ما رستي مع شي حد؟ قلت له قال لي ما بيناش فيك. قلت له لا سبق لي، انا ماشي بنت. صافي مشيت بدا كيقرب لي وانا باقا بحال اللي ما فاهمه والو، بقيت بحال اللي مخلوعه. المهم بقيت متوتره. صافي المهم ملي سالينا قال لي ما عجبتينيش 100%، يعني ماشي ديك البنات اللي كنجيبهم. عطاني 150 الف فرنك. صافي هنايا شديت الفلوس ومشيت عند داك السيده عطيتها 150 الف فرنك، عطاتني منا 200 درهم. قلت لها كيفاش انا عطيك 150 الف كنتي نعطيني 200 درهم؟ قالت لي راه كتاكل من عندي وكتشرب وساكنه فابور. المهم قلت اللهم ولا حتى درهم، يعني حنا كنا عايشين بواحد الفقر، يعني ديك 200 درهم بانت ليا كثيره. قلت اللهم 200 درهم ولا والو. صافي خوتي كل ليله كنت كنخرج انا وداك البنت حتى تعلمت رجعت كنمشي ب 3000 درهم حتى 5000 درهم حسب الشخص وحسب شحال كيعطيني، يعني كنمشي اكثر من 2000 درهم. كيجي شي واحد يقول لي 150 ولا يقول لي 1000 درهم، لا ما كنت كنبغي. وكنت كنبغي التسبيق هو الاول، كنت كنقول لهم عطيوني فلوسي كلهم عاد نمشي معاكم. المهم كانوا كيعطيوني، وكاين اللي كيقول لك لا حتى الا عجبتيني حتى هادي. المهم انا كنت ثقه في راسي حيت تعلمت شي حوايج اللي يقدر يعطيني الواحد حتى 5000 درهم. المهم خوتي هنايا كنجيب له مره 4000 درهم مره 5000 درهم. الا جبت له 5000 درهم كانت كتعطيني 500 درهم اخوتي، ما كانت كتفوت لي اكثر من 500 درهم. صافي خوتي وكانوا قالوا لي البنات ما ديرش مع هاد السيده الفعايل ولا تقول لا عطاني 2000 درهم وانتي خديتي 5000 درهم، عندها عقوبه خايبه، يعني تقدر تتعامل معايا بشي طريقه خايبه. انا كنت خايفه منها. صافي كنجيب لها 5000 درهم كتعطيني 500 درهم. ملي كنجيب لها 4000 درهم كتعطيني 400 درهم. مهم كانت كل مره وكانتها مهم ما كانت كتفوت ليا 500 درهم. كتقولي شنو غادي دير بها؟ الماكله كتاكلي، النعاس كتنعسي، فابور، اشنو بغيتي كتر. صافي خوتي كنت كنشبر ديك 500 درهم وكنحمد عليها الله. هنايا تعرفت على واحد السيده وانا نعاود لا قلت لها كاينه مع السيده كتخرجنا وكنعطيها 5000 درهم وكتعطيني هي 500 درهم، ولا كل مره شحال كنعطيها وكانت ما كتفوتليش شي 500 درهم. وهي تقول لي علاش ما نعودوش نخرجوا انا وياك وديك 5000 درهم اللي تشبرا خديها كامله لراسك ما تعطيه حتى واحد. قلت له فين غادي نكريو؟ قالت لي يرحم قادك 5000 درهم تكري بيها وتشري بيها الحويجات وتصرف على راسك. صافي هنايا فكرت باش نهرب مع ديك السيده. قلت لا ارا نسافروا شي مدينه اخرى، ما نبقاوش في كازا باش داك السيده ما تشوفنيش ولا دير ليا شي حاجه، حيت ديك السيده كانت خايبه بزاف. هنايا فكرت نمشي للرباط، بغيت نبعد من كازا. مشينا انا وديك البنت من الرباط، بقينا كنكتشفوا البلايص اللي فيها الرجال، ومشينا كنمشيو للبار، كنمشيو نشربوا، كنلقاو شي واحدين كنديروا معاهم يخلصونا. المهم هنايا فاش فكرنا نديروا الفعايل، حيتاش بعد شي واحدين كانوا كيديونا للدار كيتكرفسوا علينا كيضربونا كيديونا ديك الفلوس اللي عطاونا، يعني كنلقاو المزيانين وكنلقاو العيانين. هنايا فاش فكرنا نبقاو نديروا الفعايل معاهم، اي واحد تلاقيناه كنقولوا له يلا نجلسوا في القهوه نشربوا شي حاجه عاد نمشيو للدار. صافي هنايا خوتي كنمشيو للقهوه كنشربوا العصير، كنقولوا لهم حنايا غادي نمشيو نكدوا المكياج ديالنا ونرجعوا عندكم. كيقولوا لنا سيروا.
في ديك الساعه كنكونوا شدينا الفلوس ديالنا كلهم، يعني كنشرطوا عليهم عطينا الخلاص كلهم. صافي هنا كنكونوا شدينا المبلغ ديالنا، يا اما 3000 درهم يا اما 4000 درهم. كنوصلوا خوتي حتى 5000 درهم انا وداك البنت. كيكونوا هما جوج الصحاب كيعطيونا 5000 درهم انا وداك البنت. صافي وكنعطيوها بجريه، ما كنبقاوش ندوروا مورانا، يعني هي كنفوتوهم شويه وكنجري كنهربوا بحالنا. اليوم على غدا رجعنا كنعملوا نفس السيستم، يعني شفنا صدقتنا هذه وبقينا كنديروها. واحد النهار تلاقيت مع واحد السيد، نقول لكم البنات عجبني بزاف، عجبني حتى بقيت كنخير راسي معاه عروسه، كنخير معاه راسي بولادي، بقيت كنشوفه وانا كنخير راسي معاه. هذا هو الراجل الاحلام ديالي اللي بغيته صراحه، عجبني من اول نظره. هنايا صاحبتي بقيت انا هي ساكته، صاحبتي كتنغص فيا باش نهضر حيت انا اللي كنت كندوي. هنايا بقيتي ساكته وكنشوف فيه. صراحه عجبني يا البنات بزاف. صاحبتي كتنغص فيا وانا هي ساكته. قالت لهم صاحبتي عطيونا الفلوس عاد نمشيو معكم. انا نقصت قلت له لا ماشي مشكل حتى نمشيو للدار عاد عطيونا الفلوس. وهي تجرني عندها قالت لي كيفاش تنمشيو للدار، حنا كنمشيو للقهوه وكنديو لهم رزقهم وكنهربوا. واش نسيتي؟ قلت لا انا هاد السيد عجبني بزاف. قالت لي لا ما تقولش باللي عجبني، راه حنايا بنات الزنقه راه حد ما يشوف فينا شي نظره مزيانه، راه غادي يشوفوا فينا هي نظره ديال بنات الزنقه. قلت لا لا انا هذا ان شاء الله غادي يكون راجلي. شوف العقل ديالي فين داني. بدات كتضحك قالت لي واش انت حمقى فيقي؟ راه الا بغا يدي شي بنت راه غادي يديها بنت دارهم، ماشي حنايا ماشي ديال بنات الناس، حنا ماشي ديال الجواج، راه فيقي وما قلت لا انا غادي نمشي معاه للدار عاد يعطيني الفلوس. المهم هنايا مشينا للدار. هي فقط بالليل وقالت لي يلا نهربوا يلا نسرقوهم ونهربوا. قلت لا انا ما نسرقش راجلي. بدات كتضحك عليا قالت لي صافي ولا راجلك. قالت لي انت حمقى. المهم هنايا فاش خدات لهم الرزق ديالهم هربت خلاتني انا نضوى. في الصباح جبر السيده اخرى اللي كانت معاه ما كايناش، جبر بغى ينوض يجبد الفلوس من السروال باش يخلصني، لقى الفلوس ديالهم ما كاينش. قال لي داك السيده فين مشات، بقى كيغوت فيا وبحال اللي غادي يضربني. قلت له انا ما عارفه عليها والو، انا يلاه تلقيتها، انا ماشي صديقه ديالي. المهم نكرتها بلي انا ما عارفه عليها والو. قال لي دابا باش غادي نخلصك؟ قلت له ماشي مشكل، غادي نبقى معك هاد الليله وحتى غدا خلصني. قال لي صافي. بات معاه ديك الليله جاي خلصني. قلت له حتى الا ما عندكش ماشي مشكل. قال لي واش غادي تمشي بلا خلاص؟ قلت له الصراحه غادي نقول لك انا عجبتيني بزاف وما كرهتش نكمل معك حياتي. قال لي حتى انا عجبتيني وحشمت نقولها لك. المهم بدا كيقول لي كلام زوين، انا فرحت بزاف وقلت صافي هذا هو اللي غادي يكون سند ليا، وداك الشيء اللي ما لقيتوش في با غادي نلقاه في هذا السيد هذا. بقيت مع هذا السيد هذا، كان كيمشي يخدم، كان كيجي كيدخل المصروف، كان كيفششني، كان كيخرجني، كان كيوكلني في الزنقه. يعني السيد اللي تقول ما كاينش منه جوج. صافي عشت معاه مده عام. واحد الليله نتكن كنرد ناض كيجري مخلوع. قال لي اش عندك؟ قلت له ما عرفتش عندي. اليوم على غدا وكنرد فيا الدوخه وكل نهار كيتزاد لي الدوخه. قال لي يلاه تمشي للطبيب. هنايا فاش مشيت للطبيب لقيت راسي حامله. خرجت لعنده فرحانه، يعني قلت صافي السيد دابا غادي يقدر يجوج بيا. صافي البنات هنايا خرجت مشيت لعنده قلت له راني حامله. الصدمه اللي صدمني حتى تفشلت، ركابي ما بقاوليش. اش قال لي البنات؟ قال لي شوفي مين جبته. بقيت كنبكي كنقول له راه انا ما كنخرجش، انت كتشوفني كتمشي انت للخدمه كنبقى انا في الدار. قال لي لا انت بنت الزنقه وشني كتحسب في راسك، وشنو كحسب لك نتيا، وشنو غادي نجوج بواحد بنت من الزنقه. قلت له علاش ضحكت عليا؟ قال لي اش ما ضحكت عليك، نتيا جيتي عندي اصلا ماشي بنت، جيتي عندي مدوزه. المهم عيرني بزاف، هو يسمح فيا ومشى بحاله. بقيت كنمشي كنبكي حدا بابو كندوق ما كيحليش الباب، كيعايرني سيري بحالك سيري بحالك. هنايا فكرت نرجع عند داك المراه. صافي هنايا مشيت بحالي، بقيت كنمشي للبار
كنشرب، كيخلصوا عليا الشراب. رجعت العاده ديالي كنمشي للبار، كيخلصوا عليا الشراب، كنمشي مع هذا ونمشي مع هذا ونشد الفلوس. المهم كنت جمعت الفلوس. واحد النهار جيت لعندو، كان عندي 4 شهور. قلت له راه الكرش كتكبر لي وانا جامعه شي فليسات، هاك خذو. قال لي سيري بعدي مني، ما بغيتش فلوسك، انا عطيني التقار، انا هذاك ماشي ولدي، انا المهم كيعايرني. صافي عاوله غدا رجعت لعندو هو ضربني قال لي اخر مره لقاك جايه عندي. صافي تما قلت هذا ما غاديش نبقى نجي عندو. كنمشي للبار باش نمشي عند شي واحد ما كانش كيبغيو يقيسوا فيا. علاش؟ كيشوفوا لي عندي الكرش، كيشوفوا عندي الكرش كبيره، ما كانوش كيبغيو يقيسوني. هنايا صرفت جميع الفلوس ديالي، كنت كنشرب بهم، كنت كاريه بهم، كنت كناكل بهم. ملي تسالاو لي الفلوس كنخرج للزنقه كنطلب قليل فين كنلقى شي محسنين اللي يعطيني. هنايا فكرت البنات نمشي فحالي الكازا عند داك السيده اللي كنت كاريه معاها وكانت كتخرجني. دقيت عليها، فتحت ليا، لقات عندي الكرش. قالت لي علاش جايه دابا شكون اللي غادي يديها فيك بهاد الكرش هادي؟ وجرات عليا. بقيت كندور في كازا حتى حد ما رحمني. كنبات في الزنقه، كيجيو عندي ديك الحومه، كيجيو عندي هيديك اللي سكراني، كيتعداو عليا، كيضربوني، كيمارسوا معايا بالعنف. كنت كناكل الطاق. المهم خوتي هنايا فاش درت 9 شهور وانا عايشه هي كازا في الزنقه، هذا يتعدى عليا، هذا يضربني، كيجيو لي الحمق، كيجيو لي هيسكيريه. تكرفصت اخوتي ديك 9 شهور كامله تكرفصت فيها. واحد النهار شدني الوجع، بقيت كنغوت حتى ولات في الزنقه. جاو الناس كيغطيوني، غطاو وليد ديالي، ولدت وليد غطاوه، عطاوني في ديك الساعه ناكل. بقات واحد السيده كتجي عندي كل مره كتعطيني ناكل، كتجيب لوليدي الحليب. صافي واحد السيمانه صافي غبرت داك السيده. انا هزيت ولدي مشيت نربط، مشيت دقيت على ديك الولد وبغيت نقول له هذا ولدك، بينتو له هي باش يحنفه. واخا هيداك ما بغاش يحنفه، قال لي سيري ما بغيتش نضربك، سيري ما بغيتش نوسخ يدي فيك، راه هذا ماشي ولدي. قلت له يلا نمشيو نديرو التحليله نشوفوا واش ولدك ولا ماشي ولدك. ما بغاش يدير معايا التحليله، قال لي سيري بحال كيما غادي ندير معاك لا تحليله لا والو، انا ما عنديش باش ندير التحليله. هنايا خديت ولدي ومشيت نفكرت نرجع للعروبيه نضرب. هنايا دقيت على ماما مسكينه، فتحت لي ماما الباب ودرعتني وبقات كتبكي وهزت وليدي وفرحت به ودخلتني وعطاتني ناكل. كان فيه الجوع بزاف وشافتني مكرفصه ودخلت دوشت بدلت عليا حويجات ومسكينه كتبكي وقالت لي فين كنتي وعلاش خرجتي وعلاش سمحتي فيا. هنايا ملي جا خوتي وجا بابا جاو في الليل شافوني، بابا عطاني الصرخه ديال الطاق وهز ليا ولدي وسيبو عليا وقال لي خرجي عليا، ما انتي بنتي ما كنعرفك. قال لي درتي الكرش وجبتي وليد وعاد جايين عندي. قال لي سيري خرجي، سيري قلبي على با ما رحمنيش. خوتي حتى هما ما رحمونيش، خرجوني في الزنقه. ماما مسكينه كتبكي، قال لي الا زدتي هضره غادي تخرجي معاها. ماما صافي سكتت، رجعت اللور. انا خرجوني، مشيت لعند داك الولد قلت له شد ليا ولدي، داك الولد اللي في الرباط. قلت له شد ليا ولدي وانا غادي نمشي نخدم وغادي نجيب لك الفلوس باش نمشيو نديرو التحليل باش تعرف بلي هذا ولدك. شدوا ليا، قال لي ما تفوتيش 3 ايام جيب ليا الفلوس. قلت له صافي. مشيت البنات، مشيت للبار كنشرب، كنمشي مع هذا كل واحد شحال كيعطيني. المهم بقيت كناخذ الفلوس كثيره حيت رجعت. ما بقيتش ديك الانسانه زوينه بحال اللي كنت. الحباله دقدقتني بزاف، لحمي تشرطات، كرشي حتى هي تشرطات، رجعت مدبوغه من تحت يدي، يعني تكرفصت بمعنى الكلمه. كنت بقوه الزين اللي كان فيا حتى ديك الزين برد، رجعت خايبه. المهم كان كيعطيني اللي كيعطيني 500 درهم، اللي كيعطيني 200 درهم. المهم كنجمع، كنسكت وكنجمع، كنقول المهم خصني نجمع الفلوس اللي نقدر ندير بها التحليله. بقيت سيمانه وانا ما جيتش عند ديك السيد حتى جمعت الفلوس وجيت لعنده. قلت له هاك الفلوس مشي دار التحليله. مشى دار التحليله، لقى هذاك بنو.
قال لي صافي هذا غادي نعترف به، ولكن نتيا ما بغيتكش تكون ام ليلو، انت ماشي ام صالحه، انا ما عندي ما ندير بك، غادي ناخذ بني وغادي نمشي بحالي. بقيت كنبكي وكنترجاه ما تبعدش عليا ولدي. قال لي ما عندي ما ندير بك، قال لي غادي نرحمك وغادي تبقى تشوف بنك كل نهار، عندك ساعه المكانه كل نهار تشوف. فرحت بزاف، قلت مهم غادي نبقى نشوفه هو وولدي، حيت انا هذاك الشخص ما بغيتش ننساه، واخا ضربني واخا جرى عليا واخا كرفصني واخا ما اعترفش ببنو، بقيت كنبغيه، كان عندي واحد الحب فيه بزاف. يعني انا اول نظره بغيته بزاف، سمحت في ديك السيده، سمحت في الفلوس اللي كنت كندخلهم صحاحين، ومشيت عند داك السيد هذا وبغيته وبغيت نكمل مع حياتي، ولكن هو ما صدقش. هنايا كل ليله كل نهار كنجي عند داك السيد، كنشوف بني وكنجلس ساعه المكانه وكنمشي بحالي. واحد النهار مدات 5 ايام، واحد النهار جيت كندوق ما كيحل لي حتى واحد الباب، بقيت جالسه حدا الباب اللي دابا يجي على الله يجي دابا يجي والو، كنبات في حدا الباب والو، كنبدا نبكي وندق، كنقول يحل لي نشوف ولدي والو، ما كان حتى شي حد. صافي دازت واحد 3 ايام وانا كل ليله كنجي حدا داك الباب كنستنى على الله يحل الباب، الضوء علاش ما شاعلش. حتى واحد النهار جاو الناس باش يكريو، صافي ثم عرفت باللي خدالي ولدي ومشى ما بقاش كيبان. اش غادي نقول لكم البنات، دارت بيا الدنيا، قلت يا ريت كخليت ولدي حدايا وما عطيتهولوش. مشيت بقيت كنطلب، عطاوني الناس الفلوس، مشيت للحمام، غسلت، حكيت، بغيت نولي سناء قديمه، بغيت نولي ديك سناء الزوينه، ديك البنت اللي كانت كتمشي ب5000 درهم، بغيت نولي ديك البنت. مشيت للحمام، غسلت، مشيت عند مولات كوافوره، قلت لها واخا نجفف لك وقدي لي شعري، جففت لها وقلت لها واخا تقدي لي مكياجي وغدا نرجع نجفف لك. المهم قدت لي شعري، قدت لي مكياجي، خرجت مشيت للبار. صافي تلاقيت مع شي دراري، بقيت كنشرب معاهم وكنشرب بزاف، قويت ما كنشرب بزاف حتى كنمارس معاهم وما كنبقى عاقله على حتى شي حاجه، يعني ما كناخذ ما عندهم حتى فرانك، ما كانوا كيعطيوني والو. قويت الشرب حتى كنسكر كنعس كنلقى ما كاين حتى حد. اليوم على غدا كنشرب، كنبغي ننسى ولدي، كنبغي ننسى راجلي، كنشرب. ما خليت ما درت، كرفصت راسي بمعنى الكلمه. صافي اليوم على غدا تكرفصت واحد الدرجه بزاف. دابا انا كندور في الزناقي وما عندي حتى فين نمشي، ما كاين لا حبيب لا رحيم. اش غنقول لكم البنات، هادشي اللي عاودت لكم خذوها عبره، ماشي الفرجه ولا المتعه، راه خذوها عبره. ندمت البنات بزاف، ندمت، ودابا الندم ما نفعنيش. تحرمت من الوالد ديالي، تحرمت من الوالده ديالي، تحرمت من خوتي. كنقول يا ريت يرجع بيا الزمان نمشي لداك البراكه ونحمد الله ونشكر، ناكل الدق ونسكت، يعايروني صحابتي ونسكت. هذا بقى انا تحرمت من وليدي، الكبده ديالي اللي دوزت به 9 شهور وتكرفصت وما طيحتوش، في الاخر حرمني منه وما عرفت حتى شي قنت التهليله، ما عرفتوش حتى فين مشى داك ولدي وفين مشى داك الولد اللي بغيته. دابا انا متشرده في الزنقه، ندمت الندمه ديال العاده. كنتمنى يا ريت يرجع الزمان، والله ما ندير هادشي اللي درته، ولكن الزمن كما كنعرفوا ما كيرجعش اللور. هذه هي قصتي، كنتمنى تاخذوا منها عبره.